صحيح. لا والله على مسؤوليتي. دور ماجد الكدواني في فيلم الفرح ما كانش دور، كان دور محمد شرف وتعب، كان داخل يعمل عمليه في القلب قبل تصوير الفيلم ب3 ايام. طب محمد شرف ما طلع في الفيلم؟ لا ده كان في كباريه. لا التاني كان في كباريه صح. تقول لا. ايوه طب ايه الدور التاني اللي كان بتاع محمد شرف مع احمد حلمي وما عملوش؟ دور السواق في فيلم اللي بيجي فيه من المطار اللي هو عسل اسود، كان هو اللي هيعمل دور اللي عمله عم لطفي لبيب يا راجل. ولما برضه حصل له مشكله، ولما عرف عم لطفي لبيب اصر ان محمد شرف ياخد اجره بالكامل، واستأذن محمد شرف عم لطفي قال له انا هكلموني اعمله، قال له جو اهيد. بس اجر الفيلم راح محمد شرف كله بعد ما عم لطفي لبيب ربنا يديله الصحه مثل الدور كله. ايه الاخلاق دي يا عم انت والناس دي؟ وهل ده بقى موجود لسه يعني ما بيننا دلوقتي؟ يعني مثلا لا عشان ما نعملش لا في ممثلين اخلاق وفي ناس كتير. لا يعني ثانيه واحده يعني انا دلوقتي مثلا هروح جاي دور بتاعك اخبطك بحاجه في وشك، حياه قلبي صوتك بحاجه. لا يعني احنا مثلا انا عمرو انت ممكن انت تمثل دور وتديني الاجر بتاعه؟ اكيد لا طبعا. لما يعني تدفع اللي عليك الاول. طب اقول لك على حاجه، انا دوري في مسلسل اللص والكتاب ما كانش دوري اصلا. وكانوا مكلمين ممثل تاني وسين مش هقول اسمه، فقالوا لي احنا كلمناه واعتذر وبتاع طيب رحت رافع السماعه قلت لهم معلش ممكن 5 دقايق، فرحت مكلمه قلت له دلوقتي هم كلموني على مسلسل كذا، انت اعتذرت؟ قال لي قلت له يعني تمام. قال لي ليه؟ لان في ساعات حركات بتحصل كده. ده حقيقي. ففجأة تروح تلاقي نفسك بتصور ويقول لك ده كان دوري، فانت تلاقي نفسك اتلطيت بقى. ما كانش ليك سفر في اللص والكتاب، كله كان في مصر. لا طب انا هقول لك حكايه برضو على ذكر ميكي ماوس. انت عارف ان مسلسل اوبرا عايده ما كانش اصلا في الاول الدكتور يحيى الفخراني؟ المسلسل ده راح ال30 حلقه للاستاذ نور الشريف الله يرحمه. اوكي. اول 5 حلقات قراهم قال لهم الورق تحفه وما يتسابش وده ورق عبقري، قال لهم بس سيد اوبرا ده يحيى الفخراني استنوا. لا المصحف الشريف راح طالب دكتور يحيى قال له يا يحيى لو سمحت اعمل الورق ده، ولو في مشكله في اجرك انا هكمل لك الفرق من جيبي. يا لهوي. بس ما تسيبش الورق ده. قال له للدرجه دي؟ قال له راح منازل المخرج والمؤلف قال لهم دلوقتي روحوا للفخراني مستنيكوا اعرضوا عليه الورق ده. بيهادي صاحبه بمسلسل 30 حلقه. مسلسل علامه من العلامات اصلا. ايوه مش حاجه عاديه. فانت النهارده بتتكلم بيضربوا بعض وبيقتلوا بعض عشان خاطر مشهد في مسلسل. ده راجل مديله 30 حلقه قال له يلا خد رمضان اللي معاك. والمسلسل ده دكتور يحيى كان في نفس الوقت بيصور زيزينيا. اوكي. زيزينيا والاثنين نزلوا مع بعض. زيزينيا كان نازل على القناه الاولى يعني متشاف. قال زيزينيا قبل اوبرا عايده؟ لا كان الجزء الثاني. الثاني. وكان اوبرا عايده بتعرض على النايل تي في بالليل، ما حدش بيبص عليه يعني. من الحلقه الثالثه او الرابعه راحوا اوبرا عايده ده بوم ضرب ضربه غير طبيعيه، فراحوا منزلينه تعرض على القناه الارضيه. اوكي. ايوه يعني شوف برضو يعني. ولو قلت لك اجره كان كام في المسلسل ده مش مهم اجره كان كام. انت بتجيب الكلام ده منين؟ استاذ يحيى الفخراني في المسلسل ده كله واخد 150,000 جنيه دولار. والله مش بهزر. جنيه. حتى ساعتها احمد صقر قال له يا استاذ يحيى المسلسل ده انت واخد فيه ملاليم عشان بعد كده هيجيب لك ملايين. قالها له كده باللفظ. هو كل القصه مش مهمه بيجيبها منين. هو بص القصه هي قصه حلوه عارف احنا في وش احنا بس عشان في وسط السوشيال ميديا ووجع القلب اللي احنا بنشوفه وبنسمعه بنعاني منه، وغيرنا وزمايلنا واساتذتنا بيعانوا منه. وما بينقلش غير الاخبار السيئه او الاخبار التافهه او المجتزأه اللي هي بتبين ان احنا ناس على الله حكايتنا كده يعني. فادي اساتذتنا يعني. الحكاوي دي مش للتسليه والله، ده مهم جدا انه احنا يعرفوا احنا اتعلمنا من مين يا عمرو. هم دول اللي حببونا في الشغلانه. بس طبعا. احنا قصه مش احنا كنا بنشوفهم في التلفزيون، لا ان احنا بنشوف حوادثهم، بنسمع كواليسهم دي. خلاص فحبينا الشغلانه كلها، الحاله كلها. طبعا. طب مين يا عمرو مثلا يعني اشهر حد تعرفه بيصبغ في الفنانين غير عمرو رمزي؟ يعني ايه الصبغه اللي بتعجبك؟ هل انت بتصبغ يا عم؟ والله لا لا ايه والله
يا جماعه يعني بس عشان نبقى فاهمين، بس لانه عشان الناس هتفهم ان تامر بيتكلم على انت مالك ومال الناس؟ لا انت عشان مالك؟ يا جماعه معلش سيبوني اتكلم، انا ما بقطعش حد فيكم. اتفضل يا استاذ. عشان الناس هتفهم ان الناس بتتكلم ان تامر بيتكلم على صبغه الشعر او كده. هو بيقول تعرف مين تاني بيصبغ؟ لان تامر ألدغ، فهو قصده بيصبر، بس هي بتطلع منه في بعض الاحيان خلاص بتطلع حلوه الترقيصه، عجبتني الترقيصه، بس انا قصدي الصبغه، الصبغه اللي بتتحط في الشعر، تمام؟ عشان فهي دي الفكره. لا مش هو قصده مين بيصبر اكتر. بيصبر. طيب هل انت صبغت قبل كده يا عم؟ لا والله خالص. هتصبغ ايه؟ خلينا برضه واقعيين يعني. انت تصبغ؟ مفيش صبغ، مفيش حاجه. ايه؟ مفيش اصبغ ليه؟ مفيش حاجه تحت مفيش اي حاجه. احنا مغطيين عشان الاضاءه، بالظبط. عشان الاضاءه بتلسع على مش مهم الاضاءه، بس مفيش سيراميكا.